السلام عليكم. بإذن الله هنكمل مع بعض كورس الأوتوماتيك كنترول وندخل على عنوان جديد وهو الاندستريال كنترولرز. أنا دلوقتي اتكلمت في الأجزاء اللي فاتت إن أنا درست الريسبونس بتاع الفيرست أوردر سيستم والسكند أوردر سيستم، وكمان بعد كده دخلت على الراوس ستابيليتي، وفيها كنت بدرس الريسبونس لأي أوردر. بقى إن أنا خلاص أنا في الفيرست والسكند كنت بمشي بطريقة معينة. طب أنا دلوقتي لو الأوردر عندي زاد فأنا محتاج طريقة جنرال أبدأ أتعامل بيها، وإن أنا أدرس الريسبونس بتاعي. فدرسنا طريقة الراوس ستابيليتي، تمام. وبعد كده دخلنا على حته ان انا محتاج بقى السيستم عندي محتاج احسب الايرور بتاعه، فخدنا العنوان اللي بعد كده اللي هو ازاي احسب الستيدي ستيت ايرور. طب انا دلوقتي عملت السيستم بتاعي وعرفت السيستم ستيبل ولا انستيبل، وعرفت كمان الايرور بتاعه. طب انا بقى محتاج ان انا ابدا اعمل كنترول على السيستم ده، محتاج ان انا اتعامل مع السيستم، اعمل له امبروفمنت، ابدا احسن في السيستم ده واغير فيه البارامترز بتاعته. وهنا يجي دور الاندستريال كنترولرز. دور الاندستريال كنترولرز ان هي تعمل لي امبروفمنت للسيستم بتاعي. طب انا ايه الاندستريال كنترولز اللي احنا هندرسها معانا؟ قال لك ان انا دلوقتي عندي اول حاجه اللي هو التو بوزيشن كنترول. التو بوزيشن كنترول اللي هو اقدر اسميه الاون اوف كنترول. الاون اوف كنترول، تمام. ده كده اول نوع معانا من الاندستريال كنترولرز. بعد كده قال لك هندرس نوع تاني معانا اللي هو البي والاي والدي كنترولرز. ان انا دلوقتي في البي اي دي كنترولرز هدرس كل واحد لوحده الاول. ان انا هدرس البي لوحده، وبعد كده الاي لوحده، بعد كده الدي لوحده. هدرس كل واحد فيهم الترانسفير فانكشن بتاعته والريسبونس بتاعه وبيأثر ازاي على السيستم بتاعي. وبعد كده ابدا ان انا ادمج الكنترولرز دي مع بعض. ان انا مثلا اخد البي اي مع بعض، اخد البي دي مع بعض، او ان اخد البي اي دي مع بعض، واشوف تاثيرهم على السيستم بتاعي هيكون عامل ازاي. نبدا باول حاجه معانا اللي هو التو بوزيشن كنترول، او اللي هو الاون اوف كنترول. قالك في الاون اوف كنترول احنا هناخد مثالين معانا. اول مثال معايا ان انا لو عاوز اتحكم في التمبريتشر بتاعتي، تمام كده، في حاله التمبريتشر. يبقى انا كده اول حاله ان انا عاوز اتحكم في التمبريتشر. ان انا دلوقتي عندي السيستم عاوز ادرسه في حاله الاون اوف كنترول، في حاله اللي هو لو كان اوبن لوب سيستم، ولو في حاله ان هو كلوزد لوب سيستم. الفكره عندي في ايه؟ انا بوريك حاله السيستم بتاعي هيمشي ازاي في حاله لو كان اوبن لوب ولو حاله كلوزد لوب. طب لو جيت انا جايب الموضوع ده جايبينه في مثال عملي، يعني اللي بتشرح لنا كمثال عملي، اللي هو ايه؟ انا مثلا عندي فيه فرن معين كده، فرن بالشكل ده، تمام. وجوه عندي فيه مقاومه حراريه. المقاومه الحراريه دي بتولد لي حراره معينه عشان تتعامل مع الفرن اللي عندي، تمام. ادي الفرن، تمام كده. فانا دلوقتي عندي مقاومه حراريه هنا ومتوصله مع سبلاي، بحيث ان انا اتحكم في درجه الحراره بتاع المقاومه دي، تمام كده. فقال لك ان انا دلوقتي عاوز اقيس درجه الحراره بتاع السيستم ده. فقال لك ان انا خلاص رحت جايب انديكيتور، جبت انديكيتور بالشكل ده وموصله معايا. ده هيقيس لي، ده الانديكيتور بتاعي. انديكيتور بيقيس درجة الحرارة، بيقيس لحد مثلا وليكن 600 درجة مئوية. طبعا موصل له سبلاي عشان بيسبورت الانديكيتور ده. ومن الانديكيتور ده واخد على على زي مين، زي ريكوردر بقى كده. ريكوردر بيسجل لي القيم بتاعتي، يعني ريكوردر. فانا عندي السيستم ده بشكل عام. السيستم ده كده لو جيت حطيته في برواز، فقال لك ان انا السيستم ده هو اوبن لوب كنترول سيستم. ده اوبن لوب ترانسفير فانكشن، او اوبن لوب كنترول سيستم، او اوبن لوب تمبريتشر كنترول. تمبريتشر كنترول اوبن لوب ليه؟ قال لك ان انا دلوقتي عندي انا قيمه الريزيستنس دي بتتغير، فبيغير لي درجه الحراره اللي عندي، تمام كده. فانا باجي انديكيتور يقيس لي درجه الحراره، وقيمه درجه الحراره اللي انا خدتها من هنا بتتسجل في الريكوردر، وخلاص على كده. طب هل انا دلوقتي القيمه اللي عندي دي مثلا، انا مثلا وليكن عاوز درجه الحراره تكون 45، فلما جيت قستها لقيتها 43، رحت مسجل 43. طب انا ايوه الموضوع وصل لحد فين؟ لقيت نفس السكت، ما عملتش اي حاجه تاني. فده اوبن لوب، انا مش عارف اغير في السيستم عندي عشان اوصله للديزايرد تمبريتشر اللي انا عاوزها. انا عاوز اوصله ل 45، هو كان 43، فانا لا عاوز اغير فيه. فعشان كده ده اوبن لوب. فنيجي بقى للحاله التانيه منها اللي هي الكلوزد لوب، تمام. نيجي للحاله التانيه اللي هو في حاله الكلوزد لوب. في حاله الكلوزد لوب بقى شكل السيستم عندي هيكون عامل ازاي؟ لا ساعتها قال لك بقى انا هاخد فيدباك من الريزيستنس عندي. بمعنى ادي يا عم، ادي الفرن بتاعنا زي ما كان مرسوم، وجيت على السيرمال ريزيستنس اللي عندي اللي انا متعامل معاها، فانا جيت هاخد منها فيدباك، تمام. وادي نكمل الرسمه الاساسيه بتاعتنا. ادي يا عم الانديكيتور
اهوت بتوصل مع الانديكيتور اللي هنا اللي بيقيس درجة الحرارة. ماشي، انديكيتور بيقيس لي زي ما قلت في حدود مثلا 600 درجة مئوية، ورحت موصله مع الريكوردر. ريكوردر ده اللي هيسجل له القيمه بتاعتي. جيت انا قلت لك لا، انا السيستم بقى عاوزه يبقى كلوزد لوب، انا عاوز اتحكم في درجه الحراره. انا مثلا عاوزها تبقى 45 فانا لقيت 43، فانا عاوز اغير في البارامترز بتاعتها، عاوز اغير في قيمه المقاومه دي عشان درجه الحراره تتغير. فقال لك ساعتها بقى ان انا بعمل كلوزد لوب سيستم، ان انا هاجي اخد من الانديكيتور ده اللي بياخد لي السيجنال، هدخله على باور سويتش، على سويتش هنا. تمام كده، ادي معايا سويتش اهوت. السويتش ده على حسب قيمه القفل والفتح اللي انا بفتحها بتتحكم لي في قيمه الريزيستنس اللي عندي. تمام، فرحت جايب باور سويتش بالشكل ده كده وموصله بالريزيستنس اللي عندي، وبينها هنا في سبلاي. فبالتالي ان انا كده قيمه درجه الحراره اللي عندي هنا تبدا تتغير فيديني قيمه معينه، فالانديكيتور ده يجي يسجل درجه الحراره على الريكوردر، وفي نفس الوقت بيديلي سيجنال للباور سويتش ده، باور سويتش، او ممكن اقول عليه ريلاي. تمام، فدرجه الحراره اللي خدتها يجي يديها للريلاي، فالريلاي بقى يشوف هل دي درجه الحراره الديزايرد المطلوبه، لا، فيبدا بقى يغير، يعمل اون واوف للريزيستنس اللي عندي دي عشان يغير في قيمه درجه الحراره، ويبدا الانديكيتور يقيسها تاني ويرجع يسجل لحد ما يظبط لدرجه الحراره اللي انا عاوزها. وفي الحاله بسمي السيستم ده كده عندي ده كلوزد لوب. السيستم ده هنيجي نبروزه كده، اجي اقول ان ده كلوزد لوب تمبريتشر كنترول. يبقى هو هيجي هنا في اول حاله معايا في اللي هو الاون اوف كنترول، يقول لك ان انا الادريس السيستم اللي عاوز اقيس التمبريتشر في حاله اللي هو كان اوبن لوب، وفي حاله ان هو كان كلوزد لوب. وساعتها اقدر ارسم بقى السيستم ريسبونس عندي هيكون بالشكل ده كده. ادي يا عم لو جيت كده رسمت له المحاور بتاعتي، ادي ده محور التايم، وده المحور بتاع الريسبونس. فقال لك ان انا دلوقتي عندي السيستم هيبدا يطلع كده، بعد كده يبدا يعمل ايه؟ اوسيليتنج. ليه اوسيليتنج؟ قال لك ان هو بيبدا يتغير ما بين قيمتين، القيمتين اللي عندي دول اللي هو بناء عليها ببدا اغير في السيت بوينت بتاعتي عشان اوصل لحاله الاستابيليتي اللي انا عاوز اوصل لها. يعني لو قلت ده كده التغير بتاعي، تمام، فانا عندي ان ده كده الجزء ده كده، الجزء ده كده بنسميه الديد باند، اللي هو حته ميته عندي بالنسبه لي. انا السيستم فيها عمال يتغير ما بين طالع وبين نازل عشان اقدر اوصل لدرجه الحراره اللي انا محتاجها. تمام، طب بوصل لدرجه الحراره محتاجها بناء على ايه؟ بناء على القفل والشغل أو القفل والتشغيل بتاع الريلي ده. يبقى انا كده هاجي ان انا عندي في الجزء ده كده عندي ان انا عمال اعمل اون اوف. يبقى انا كده الاول شغلت الريلي لقيمه معينه مثلا بالشكل ده كده، ان الريلي اون في الحاله دي كده اللي هو الايه؟ الريلي اون. تمام، بعد كده رحت فاصله شويه، بعد كده رحت جيت هنا ورحت مشغله تاني، بعد كده رحت فصلته، بعد كده جيت هنا ورحت مشغله تاني، بعد كده رحت فصلته، بعد كده جيت هنا وشغلته تاني، بعد كده فصلته. طب ايه اللي انا بعمله ده؟ كل ما بفصل وبشغل كل ما درجه الحراره عندي انا شغلت فدرجه الحراره عمال تزيد تزيد تزيد، رحت فاصل فدرجه الحراره ايه؟ هتقف او تقل معايا نسبيا، صح؟ فانا عمال افصل واشغل لحد ما اوصل لدرجه الحراره اللي انا محتاجها. وده اقدر اسميه بقى اللي هو الايه؟ السيستم ريسبونس. السيستم ريسبونس. تمام كده، ده يبقى ده كده اللي هو حاله، اللي هو اول حاله اللي هو الاون اوف كنترول في حاله التمبريتشر. نيجي في تاني حاجه معانا، قلت في الاون اوف هدرس نوعين، قال لك النوع التاني منهم لو انا عاوز اتحكم في الليفل عندي. تمام، الليفل كنترول، ليفل كنترول يوزنج اللي هو الاون اوف كنترولر. تمام كده، او الاون اوف ميثود. في حاله الليفل كنترول انا كل الفكره ان انا عندي سيستم، عندي تانك فيه ميه، فانا بناء على الانبوت والاوتبوت اللي عندي عاوز اتحكم في الليفل، عاوز اتحكم في الارتفاع اللي عندي. فقالك ان انا هيكون السيستم عندي بالشكل ده. ادي يا عم عندي تانك بالشكل ده كده. تمام، عندي ده تانك، التانك ده فيه ليكويد معين وليكن مثلا ووتر. تمام، فانا التانك ده بتحكم في قيمه الانبوت والاوتبوت بتوعه. ادي هقول ده كده ان ده الكيو 2 او الكيو اوتبوت، وفي نفس الوقت انا عندي الليفل ده كده ماشي بتحكم فيه الانبوت اللي داخلها، ان انا داخل لي هنا الكيو 1 او الكيو انبوت. فانا دلوقتي داخل لي الووتر ميه داخله لي من هنا، هتدخل
هتبدا تزيد معايا صح، وفي نفس الوقت انا عندي فيه الفالف اللي هنا عشان ابدا اتحكم في الكيو اللي طالعه. طب انا اصلا بعمل ده ليه؟ عشان عاوز اتحكم في الاتش الارتفاع اللي عندي، الاتش الارتفاع بتاع الووتر اللي عندي. طب انا هتحكم في ارتفاع الووتر بناء على ايه؟ بناء على قيمه الميه اللي هتطلع من هنا، وفي نفس الوقت على قيمه الميه اللي هتدخل. طب انا هعرف قيمه الميه اللي هتدخل ازاي؟ قال لك ان انا جايب فلوتنج، جايب عوامه، نيجي نرسمها بلون تاني، جايب هنا عوامه تمام، موصلها كده، وفي نفس الوقت المعومه دي موصلها ببستون بالشكل ده كده. فده فلوت عوامه، وده البستون، بحيث ان انا على حسب الارتفاع بتاع الاتش اللي عندي هيبدا البستون ده اللي هو يقفل لي المجرى بتاع الانبوت اللي هو كيو، او ان هو يفتحه على حسب الارتفاع. هيبدا ده، ما هو لو ده مثلا الارتفاع اقل شويه فالبستون هيكون هنا في الحته دي صح، فساعتها هيكون مفتوح. يعني لو جينا وضحناها هنا، انا مثلا كده البستون قافل المنطقه كلها. طب مش لو الليفل كان لتحت شويه فالبستون هيبقى هنا فالميه كلها داخله؟ طب لو طلعت شويه البستون يبقى هنا؟ طب لو طلعت فوق اكتر يبقى البستون يبقى هنا؟ على حسب الارتفاع بتاعي يبدأ ان هو يحدد لي الكمية اللي هتدخل لي من الكيو اللي عندي. يبقى انا ده كده عندي الليفر اللي هو بيحدد لي الارتفاع، ده الاتش بتاعتي اللي هو الارتفاع اللي انا عاوز اصلا ادرسه، وده الوتر اللي هتدخل معايا، تبقى ده الليفل سيستم. لو جيت الليفل سيستم ده، طبعا ده كده ده الفالف تمام. الليفل سيستم ده عاوز ان انا بقى امثله ببلوك دياجرام، قال لك ان انا هيكون بالشكل ده. انا دلوقتي عندي الكنترولر، ممكن نرسمه تحت هنا. عندك اللي هو الكنترولر، الكنترولر ده اللي هو مين؟ اللي هو الليفر اللي هو بيتحكم لي في الارتفاع بتاعي تمام. بيتحكم في البيستون بتاعي، البيستون ده اللي هو يعتبر بالنسبه لي اكنه الاكتويتر تمام. فانا كده البيستون ده هو بيعبر عن الاكتويتر، الاكتويتر اللي عندي اللي هو البيستون تمام كده. بعد كده عندي البلانت نفسها اللي هو السيستم بقى اللي هو الايه؟ الووتر تانك، الووتر تانك. انا عندي ده السيستم بشكل عام، فيطلع لي الاوتبوت بتاعي اللي هو الاتش اللي انا محتاجه. فده عندي الاتش ده كده، وطبعا عندي الفيدباك اللي بيتحكم لي هنا، اللي بيأثر على الارتفاع، اللي بيعرفني الارتفاع فين، اللي هو الفلوت العوام. فانا ده كده عندي الفيدباك، فيرجع كده طبعا يدخل لي على الايرور بتاعي، وده طبعا هيدخل بقيمه سالبه، وده الانبوت بتاعي هيدخل بقيمه موجبه اللي هو الاتش نود. من هي الاتش نود؟ ده القيمه اللي هتبدا تدخل معايا. يبقى ده كده عندي السيستم. الفلوت طبعا اللي بيعبر لي هنا على اللي هو الفيدباك ده عباره عن سنسور. انا كده عندي الكنترولر اللي هو كان الليفر، الاكتويتور اللي ابدا يتحكم في القيمه اللي هتدخل هنا ده البستون. بعد كده عندي البلانيت اللي هو السيستم نفسه اللي هو الووتر تانك، وعندي سنسور اللي هو بيعمل لي الفيدباك بتاعي. يبقى ده كده اللي هو كان الايه؟ التو بوزيشن كنترول اللي هو الاون اوف كنترول. بعد كده نبدا ندخل على النوع الثاني من الكنترولرز وهو البي اي دي كنترولرز. وقلت زي ما قلت ان انا محتاج ان انا الاول هدرس كل كنترولر لوحده، البي لوحده والاي لوحده والدي لوحده، وبعد كده ابدا ادرسهم كلهم مع بعض ان انا اعمل ميكس بينهم. فلو جيت نبدا باول حاجه معانا وهو البي كنترولر، او ممكن نبدا الاول بحاجه هي فكره الكنترولرز انا عاوز اتعامل معاها ازاي. قال لك ان انا دلوقتي عندي البروسيس، لو عندي العمليه نفسها اللي انا هتعامل معاها البروسيس اهي، عشان تطلع لي اوتبوت معين اللي هو السي اوف اس وليكن مثلا. فقال لك ان انا بجيب هنا، بجيب الكنترولر بتاعي، ابدا ادخله قبل البروسيس عشان بناء على قيمه الكنترول ده يتحكم لي في البروسيس اللي عندي فيغير في الاوتبوت بتاعي تمام. وطبعا ان انا باخد فيدباك من الاوتبوت، وده الانبوت بتاعي اللي هو الار اوف اس. يبقى انا حته الكنترولر ده هو اللي ببدا اعمل امبروفمنت للسيستم بتاعي. طب الكنترول ده قلنا يبقى ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى بي او اي او دي، او ممكن اللي هو الثلاثه مع بعض تمام كده. فقال لك ان انا دلوقتي عندي كنترولر كل واحد فيهم بيأثر على السيستم بطريقه معينه. فهنيجي نمسك اول حاجه معانا وهو البي كنترولر، او بنسميه البروبورشنال كنترولر تمام كده. البروبوشنال كنترولر ده قال لك ان هو فكرته ايه؟ ان هو بيهتم بالايرور اللي بيحصل دلوقتي. هو دلوقتي بالنسبه له الايرور في اللحظه دي عباره عن كام؟ الايرور ده قيمته دلوقتي بتكون عامله ازاي؟ يبقى هو ايه؟ بيتعامل مع الايرور ناو، اللي هو انا دلوقتي في الحاضر البريزنت
يبقى هو كده البي كنترولر ده كل وظيفته او الهدف منه ايه؟ ان هو يشوف لي الايرور في اللحظه دي عامل ازاي. تمام. طب انا دلوقتي لما اجي امثل البي كنترولر ده همثله في السيستم عندي هيكون عامل ازاي؟ قال لك ان هو عباره عن ان انا عندي ان البي اوف تي عباره عن الكي بي ثابت الكنترولر في الاي اوف تي. من هي الاي اوف تي؟ قال لك ده نسبه الايرور بتاعتي، والكي بي ده الكونستانت بتاع البي كنترولر. وساعتها اقدر اقول له بقى ان الترانسفير فانكشن بتساوي الاوتبوت على الانبوت. فالاوتبوت بتاعي اللي هو البي بس هيبقى فانكشن في الاس، ان الترانسفير فانكشن بتبقى تبع لابلاس. والانبوت اللي هو الاوتبوت على الانبوت اللي هو الايرور يديني الكي بي. تمام كده. طب انا ده الترانسفير فانكشن بتاعتي والمعادله بتاعتي. طب انا لو عاوز امثله بقى بالكترونيك سيركت، عاوز امثله بمقاومات عشان اقدر ان انا اتعامل معاها كقيم. لو اجي مثلا اعمل لها سيميوليشن وابدا ان انا اغير في القيم دي واشوف قيمتها هتكون عامله ازاي، فقال لك ان احنا بنمثله بالكترونيك سيركت. فالالكترونيك سيركت بتاعتها هتكون عامله ازاي؟ الالكترونيك سيركت هتكون عامله ازاي؟ قال لك ان انا ببقى عباره عن ببقى جايب كومباراتور السالب وده موجب. تمام. ليه مقاومه هنا، وده الاي اوف تي اللي هو نسبه الايرور بتاعي. عندي فيه مقاومه كمان هنا يبدا يقارن معايا عشان يطلع لي الاوتبوت بتاعي اللي هو البي اوف تي. وانا عندي المقاومه دي بسميها دي الار واحد ودي الار اتنين. ومنها اقدر احدد اقول له بقى ان انا عندي ان الكي بي في الحاله دي يبقى عباره عن الار اتنين على الار واحد. يبقى انا كده لما اجي امثل البي كنترولر بالكترونيك سيركت هيكون بالشكل ده. وان الكي بي لو عاوز اعرف قيمتها تبقى عباره عن الار 2 على ار 1. انا لما بغير في قيمه الار 2 والار 1 اقدر اغير في الكي بي، فالكي بي يقدر يغير لي في السيستم بتاعي. طب ايه مميزات وعيوب الكي بي او البروبورشنال كنترولر؟ قال لك ان هو من المميزات بتاعته، لو جيت دخلت كده وقلت الادفانتج بتاعته، قلت الادفانتج اول حاجه ان هو سيمبل، الدايره بتاعتي بتكون بسيطه زي ما احنا شايفين. قال لك تاني حاجه كمان ان هو فاست ريسبونس، الريسبونس بتاعه سريع. ان انا لما بغير في القيمه بتاعته السيستم ريسبونس بتاعه بيتغير بسرعه، فاست ريسبونس. بس ايه بقى الديس ادفانتج بتاعته؟ قال لك ان الديس ادفانتج بتاعته ديس ادفانتج، تمام، ان هو ما بيعملش eliminate للايرور. يبقى doesn't eliminate the steady state error. the steady state ايرور. بمعنى انا دلوقتي الايرور بتاعي انا محتاج ان انا اقلله. انا دلوقتي اي سيستم ليه ايرور معين، فقال لك ان هو لا، البي ما بيعملش السيستد ايرور، ما بيعملش اليمينيت للسيستد ايرور، ما بيجيش جنبيه اصلا. تمام. طب انا دلوقتي قال لك البلوك لو اجي امثله بقى ببلوك دياجرام هيكون شكله عامل ازاي؟ قال لك ان انا عندي اهو يا عم ادي الكي بي هيدخل على البلانت بتاعتي اللي هي البروسيس. تمام. عشان يطلع لي الاوتبوت ادي السي اوف اس. طبعا عندي فيه فيدباك وفيه نسبة الايرور ادي ده كده، ده الايرور وده الانبوت بتاعي اللي هو الار اوف اس. وما انساش ان انا عندي فيه فيدباك بالشكل ده كده. تمام. طب لو عاوز امثل بقى الترانسفير فانكشن بتاعتي، عاوز امثلها، قالك هيكون شكلها كده. ادي عندي ده الانبوت كفانكشن في التايم، ادي التايم وادي الانبوت بتاعي. فانا عندي السيستم كده كان بالشكل ده كده اللي هو ايه. لما اجي اجيب الاوتبوت بتاعي انا هضربه في الكي بي اللي هو اكنه بيتضرب في كونستانت اللي هو بيزيد معايا، فساعتها السيستم بتاعي عندي هيكون بالشكل ده كده. ادي ده التايم وده الاوتبوت. فساعتها ان الاوتبوت هيكون فوق كده، والحته دي كلها عباره عن الاي في الكي بي اللي هو الاي اللي هو الفانكشن نفسها مضروبه في الكي بي اللي هو الكونستانت اللي هو الايه البروبورشنال كنترولر. تمام كده. وكده ده البروبورشنال كنترولر. ندخل على تاني كنترولر معانا واللي هو الاي كنترولر. الاي كنترولر او اقدر اقول عليه الانتجرال كنترولر. الانتجرال كنترولر قال لك ان هو عباره عن كنترولر تكاملي. تمام. ان هو يعمل لي تكامل، وقال لك ان هو بيعبر لي عن الايرور في الباست اللي هو بيشوف نسبه الايرور القديم قبل كده كان كام. يعني انا دلوقتي قلت البي كان شوف الايرور دلوقتي، الاي بيشوف الايرور القديم اللي هو كل الايرورز القديمه قيمتها كام او ايه اللي حصل فيها. تمام. يعني بيدرس لي الايرور في الباست. تمام كده اللي هو الايه الباست. ده بالنسبه لي الايرور، بيتعامل مع الايرور في حاله الباست. طب انا دلوقتي نفس الفكره انا عاوز امثل الانتجر الكنترول ده. فقال لك ان انا عندي ان البي اوف تي كانت عباره عن الكي اي اللي هو الثابت اللي بيعبر عن الكنترول ده، وانتجريشن الاي اوف تي اللي هو الفانكشن بتاعت الدي تي. طب عاوز احولها للابلاس، انا عارف ان التكامل كان واحد على اس، يبقى اقدر اقول انه ده يبقى عباره عن الكي اي على الاس ودول في الفانكشن بتاعتي اللي هي الاي اوف تي.
صح كده؟ فلما اجي بقى اجيب الترانسفير فانكشن بتاعته، تبقى الترانسفير فانكشن عباره عن الكي اي على الاس. لو جيت بقى رسمتها له يبقى انا كده عندي الاي اوف تي تدخل على البلوك بتاعي اللي هو الكي اي، والكي اي ده مضروب فيه واحد على اس عشان يطلع لي البي اوف تي اللي هو الاوتبوت بتاعي. طب بنفس الفكره لو عايز امثله بالكترونيك سيركت، لو جيت امثله بالكترونيك سيركت قال لك ان يبقى عندي كده، عندي كومباراتور ادي ده السالب وده الموجب، ده السالب وده الموجب، موجب نزل لي كده تمام، وادي السالب عندي عباره عن مقاومه ار في مكثف سي تمام، وادي ده كده اللي هو الاوتبوت بتاعي اللي هو البي اوف تي، وده الانبوت بتاعي اللي هو الايرور اللي هو الاي اوف تي تمام كده. طب نفس الفكره لو عاوز احسب بقى قيمه الكي اي نفسها، فقال لك ان الكي اي عباره عن واحد على الار سي. طب انا دلوقتي نفس الفكره عاوز اعرف بقى مميزات وعيوب السيستم ده. طب ايه هي المميزات وايه العيوب بتاعته؟ فقال لك ان انا عندي الادفانتج بتاعته ان هو بيعمل لي اليمينيت للايرور، يبقى هو بيعمل اليمينيت للستيدي ستيت ايرور تمام كده. بس قال لك ان الديس ادفانتج بتاعته، من الديس ادفانتج بتاعته ان هو الريسبونس بتاعه بطيء، سلو ريسبونس تمام كده. كمان قال لك ان انا الانتجرال كنترول ده ما اقدرش ان انا استخدمه لوحده، قال لك محتاج ان انا استخدمه مع حاجه تانية، يا اما استخدمه مع كنترول تاني اللي هو مثلا اسمه دوت، استخدم الاي مع البي تبقى البي اي، او ان انا استخدم البي اي دي مع بعض. طب شكل الكنترول عندي، الترانسفير فانكشن عندي بتكون عامله ازاي؟ قال لك ان انا دلوقتي في حاله الانبوت نفس الحاله اللي هو ادي التي، وادي عامل الانبوت بتاعي اللي هو كان ايه، صح كده. لما اجي اجيب الاوتبوت بتاعي قال لك ده انتجرال تكاملي، فهتبقى قيمه تزايديه ليه، انا عندي ده التي وده الاوتبوت بتاعي، فهتكون قيمه تزايديه ليه بالشكل ده كده. يبقى ده اللي هو الايه، الترانسفير فانكشن بتاعي للانتجرال كنترولر. بعد كده ندخل على تالت كنترولر معانا وهو الدي، اللي هو الديريفاتيف كنترولر، دي كنترولر او الديريفاتيف كنترولر، ديريفاتيف كنترولر. الديريفاتيف كنترولر قال لك ان هو بيعبر عن الايرور بتاعي في حاله الفيوتشر، المستقبل، اللي هو هيدرس لي يقول لي بعد كده في المستقبل الايرور بتاعي شكله هيكون عامل ازاي، يبقى ده بيتعامل مع الايرور في الفيوتشر في المستقبل الايرور تمام. يبقى انا كده عندي كنترولر بيتعامل مع الايرور الماضي، وعندي اللي هو كان الاي، وكنترولر بيتعامل مع الايرور ناو في الوقت الحالي اللي هو كان البي، وكنترولر هيتعامل مع الايرور في المستقبل اللي هو الدي. يبقى انا كده لما اجي اعمل كنترول للسيستم بتاعي اكيد باللوجيك كده، لا انا عاوز سيستم يبقى فيه البي والاي والدي، عاوز الثلاثه مع بعض. ده اغلب السيستمز ليه؟ عشان عاوز اشوف الايرور الاول كان عامل ازاي، ودلوقتي بقى عامل ازاي، وبحاول اخمن في المستقبل هيكون عامل ازاي عشان اقدر اعمل كنترول على السيستم بتاعي، عشان ابدا الاشي الايرورز دي كلها تمام كده. فنيجي بقى للديريفاتيف كنترول بتاعنا، وبنفس الفكره اجي اقول له ان البي اوف تي بتاعتي معادله كانت عباره عن الكي دي، والدي ده كونستانت بيعبر عن الديريفاتيف في الدي اوفر الدي تي للاي اوف تي. طب انا عارف ادي الكي دي يا عم، وانا عارف ان الديريفاتيف كان بيبقى بعبر عنه باس في الاي اوف تي. لو عاوز اجيب بقى كده الترانسفير فانكشن تبقى عباره عن الاوتبوت على الانبوت اللي هو البي اوف تي على الاي اوف تي، اللي هو هيديني مين، الكي دي في الاس. بنفس الفكره طبعا لو عاوز امثله بالكترونيك سيركت، يبقى انا عندي الالكترونيك سيركت بتاعتي، الكترونيك سيركت هتكون عامله ازاي؟ قال لك ان الالكترونيك سيركت عباره عن ادي الكومباراتور ده السالب وده الموجب تمام، وده عندي هنا ده عباره عن مكثف دي مقاومه، وده كده اللي هو البي اوف تي، وده الانبوت بتاعي اللي هو الاي اوف تي اللي هو بالشكل ده كده. اخد بالي ان انا كل واحد محتاج ان انا اعرف الالكترونيك سيركت بتاعته، اعرف الترانسفير فانكشن بتاعته، ومن الالكترونيك سيركت ازاي بحسب الايه الكونستانت بتاع الكنترولر نفسه، وده كده الاي وده الدي، ومنها طبعا ده كده السي وده الار. فمنها لو عايز احسب بقى ان الكي دي، فالكي دي عندي هتكون بتساوي الار في السي تمام. لو جيت نفس الفكره محتاج اعرف الادفانتج والديس ادفانتج بتاعته، فعندي الادفانتج الادفانتج بتاعته
ان هو بيعمل ان هو فاست ريسبونس، الريسبونس بتاعه سريع. تمام. الديس ادفانتج بتاعته قال لك ان هو هنا ان هو doesn't eliminate the error، doesn't eliminate الستيدي ستيت ايرور، يبقى في نفس المشكله بتاع البي كنترولر. تمام. لو جيت رسمت الريسبونس بتاعي بنفس الفكره، قلت ان انا لو عندي ده الانبوت كان بالشكل ده، ادي المعادله بتاعتي ايه، صح كده؟ فقال لك ان انا الاوتبوت عندي اللي هو بيبقى عباره عن بلصايه كده. في الحاله الايديال ادي التايم وده الاوتبوت بتاعي. فقال لك في الحاله الايديال شكل الاوتبوت بتاعي بيكون عامل كده، اللي هو ايه، خط كده مستقيم. تمام. قال لك لكن في الحاله البراكتيكال لا، هو مبيبقاش خط مستقيم كده، هو بيبقى طالع سنه بسيطه لبره، فبيكون شكله عامل كده. ده كده في الحاله، ده الاوتبوت بتاعي في الحاله البراكتيكال، يبقى ده كده الايديال، ده في الحاله البراكتيكال. تمام. انا دلوقتي كده درست كل كنترولر فيهم لوحده، البي لوحده والاي لوحده والدي لوحده. تعالى بقى نبدا ندمج كذا كنترولر مع بعض. لو جيت دمجت اول حاجه ان انا قلت البي اي مع بعض، البي والاي كنترولر. تمام كده. في الحاله دي شكل السيستم عندي هيكون عامل ازاي؟ اول حاجه ان المعادله بتاعتي هتكون بالشكل ده كده، هدمج البي مع الاي. فالبي كان عباره عن الكي بي، صح كده؟ والاي كان عباره عن الكي اي على الاس. يبقى دي الترانسفير فانكشن بتاعتي. انا اقدر اقول له كده ان الترانسفير فانكشن بتاعتي اللي هو الاوتبوت على الانبوت، ادي الاوتبوت على الانبوت تساوي ترانسفير فانكشن عباره عن الكي بي زائد الكي اي على الاس. تمام. يبقى انا كده لو جيت رسمت البلوك دياجرام بتاعه، البلوك دياجرام بتاعه يكون عامل ازاي؟ ادي يا عم الانبوت بتاعي اللي هو الاي اوف تي عباره عن معادلتين مع بعض، واحده اللي هي الكي بي بتاع البي، واحده كي اي على الاس اللي هو بتاع الاي، والاثنين يبدا يطلعوا لي الاوتبوت بتاعي اللي هو البي اوف تي. تمام. طب لو جيت رسمت الالكترونيك سيركت بتاعته، فعباره عن اتنين الكترونيك سيركت مدمجين مع بعض. ادي يا عم الاي اوف تي بتاعتي، فيبدا يمثل لي دايرتين. ادي الدايره الاولى اللي فوق اللي كانت عباره عن مقاومه داخله على كومباراتور، تمام، وده متوصل بالجراوند. والناحيه التانيه في هنا المقاومه التانيه اللي هي بالشكل ده، اسمي وليكن مثلا دي اللي هي الار واحد ودي الار اتنين. تمام. والناحيه التانيه في المقابل كان عندي ايه ده مقاومه داخله على الكومباراتور، انا ده كي بي وده كي اي، فده سالب وده موجب وده داخل على الارضي، وعندي هنا في المكثف اللي هو السي. وعشان اوحد القيم بتاعتي قالك ان انا في الاخر بدخل الاتنين دول على مقاومتين، مقاومه هنا، مقاومه ده كده. تمام. بالشكل ده. ممكن الجزء ده نصغره شوية. ان انا دلوقتي السيستم بتاعي ببدأ بقى ان انا عاوز في الاخر اتحكم في القيمة اللي طالعه لي في الاوتبوت بتاعي، عشان ده اظبط الاشارات بتاعتي، يعني القيمة اللي هنا دي عشان تظبيط الاشارات. انا كده عندي ده كده يبدأ يدخل على الكومباراتور بتاعي، ده السالب وده الموجب، ده متوصل بالارضي. بناء عليها ببدأ ان انا عندي فيه مقاومة كده، وده الاوتبوت بتاعي، دي مقاومة ار، دي مقاومة ار، ودي مقاومة ار، والمقاومات دي كلها متساوية. يبقى ده كده في حالة اللي هو الايه، البي اي كنترولر. طب لو جيت رسمت له بلوك دياجرام نفس الشكل ده كده، لو انا عاوز ارسمه كسيستم عندي، ما انا دلوقتي هحط له الجزء ده اللي هو كانبوت واوتبوت. بمعنى ان انا دلوقتي لو جيت درست الانبوت بتاعي، فدي يا عم التايم وادي الانبوت، ادي الانبوت، فده عندي المعادلة ايه بالشكل ده كده. تمام. طب لو اجي درستها، انا عاوز ادرس تاثير البي والاي الاثنين مع بعض، فاجي ادرس كده، ادي يا عم فانكشن في التايم وادي الاوتبوت بتاعي. فانا اول حاجه بالنسبه للبي هو عباره عن جين، صح كده؟ فلو قلت ان البي الجزء الاول ده كان كده، فلما اجي اتعامل معاه مع الكي بي هيروح مطلعه لي لفوق كده، صح؟ دي حاجه. الحاجه التانيه لو انا كان عندي ده الكي بي، ده الايه الكي بي، بعد كده الكي اي، قال لك ان انا السيستم عندي اللي هو الانتجرال بيزيد كده، صح؟ بس هنا انا دلوقتي لما جيت عملته مع الكي بي فهو هيزيد لي بقيمه اعلى شويه، فساعتها هيكون بالشكل ده كده. فيبقى ده كده عندي شكل الريسبونس بتاعي اللي هو الاوتبوت ريسبونس في حاله اللي هو الايه، اللي هو البي اي كنترولر. تمام. بنفس الفكره انا عاوز امثل الكلام ده في حاله اللي هو البروبورشنال ديريفاتيف اللي هو البي دي. لو جيت درسنا بقى ندرس الكلام ده في حاله البي دي،
البي دي. انا بحاول اوريك انا لما دمجت كذا سيستم مع بعض ايه اللي بيحصل. يعني دمجت الترانسفير فانكشن، دمجت الالكترونيك سيركت، دمجت الاوتبوت بتاعي، فادي نفس الفكره. فده عندي البي دي، لما اجي اجيب البي دي فالترانسفير فانكشن بتاعته تبقى عباره عن ايه؟ انت عندك البي كان عباره عن الكي بي زائد الكي دي كان عباره عن الكي دي في الاس، ادي الترانسفير فانكشن بتاعته. وبنفس الفكره لما اجي ارسم البلوك دياجرام ادي الاي اوف تي هيبدا يدخل معايا، ادي يا عم الكي بي اهوت، وادي ده هتبقى عباره عن الكي دي في الاس. لما اجي اوصلهم ببعض يطلع لي البي اوتبوت بتاعي. بنفس الفكره لو عايز اجيب الالكترونيك سيركت فادي يا عم ادي الاي اوف تي هيطلع على جزئين، الجزء اللي فوق الالكترونيك سيركت بتاعتي ادي مقاومه داخله على الكومباراتور دي سالب موجب، وعندي هنا في المقاومة التانية ادي المقاومة R1 وادي المقاومة R2. تمام. بالمثل تحت هنا اللي هو للدي كنترولر، فانا عندي ده كان مكثف داخل على الكومباراتور. بعد كده عندي المقاومة التانية اللي هي دي، هنسمي ده مثلا السي اي، انا ده بي دي تبقى ده السي دي، السي دي، وادي يا عم ده الار دي. تمام. ويبدأ يدخل معايا على قيم مقاومات اللي هتظبط لي الدنيا عندي هنا. ادي ده مقاومة تدخل على كومباراتور، ادي عندي مقاومة تانية هنا عشان تظبط لي الاوتبوت فيطلع معايا الاوتبوت سي اوف اس. في مقاومة هنا وده ار وده ار وده ار، ودي القيم كلها متساوية. بنفس الفكرة لو جيت بقى درست الحالة التالتة عندي ان هو البي اي دي كنترولر، وده في الاخر اللي انا عاوز اوصل له. ساعتها شكل السيستم عندي هيكون عامل ازاي؟ اول حاجة الترانسفير فانكشن هتبقى عبارة عن الكي بي زائد الكي اي على الاس زائد الكي دي في الاس. تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة معايا لو جيت رسمت الالكترونيك سيركت والبلوك دياجرام، لو جيت رسمت البلوك دياجرام الاول ادي يا عم اهوت ادي الكي بي، وادي يا عم الكي اي على الاس، وادي يا عمي الكي دي في الاس. شكلها هيكون عامل كده، وفي التلاتة يطلعوا لي دي الاوتبوت بتاعي البي اوف تي، وادي ده الانبوت بتاعي اللي هو الايرور يعتبر. تمام. لو جيت بقى عاوز ارسم له الالكترونيك سيركت فانا هيبقى عندي ثلاثة الكترونيك سيركت. الالكترونيك سيركت الاولى بتاع البي كان عبارة عن مقاومتين. تمام كده، مقاومة R1 ومقاومة R2. ادي يا عم R1 وادي R2. بعد كده لما دخلت على الاي كنترولر كان عبارة عن مقاومة داخلة على الكومباراتور، هنسميها ده الاي كنترولر فسميتها الار اي، معاها مكثف هنا هنسميه السي اي، يبقى ده السالب وده الموجب، ده متوصل بالارض. بعد كده تالت حاجة معانا اللي هو الدي كنترولر، فالدي كنترولر كان عندي مكثف داخل على الكومباراتور، بعد كده عندي مقاومة هنا، فأنا دلوقتي عندي ده هسميها السي دي وادي الار دي. تمام. والتلاتة كلهم هيتظبطوا إن أنا يبقى عندي فيه مقاومات اللي هي مقاومة بتظبط لي الإشارات بتاعتي. تمام، اللي هو تظبط الجين بالشكل ده كده. تدخل معايا على الكومباراتور ادي ده السالب وادي الموجب بتوصل بالارضي، وادي المقاومة الأخيرة اللي معايا اللي يطلع لي الأوتبوت بتاعي اللي هو البي اوف تي بقى. فده كده طبعا ده متوصل بيه الجراوند، يبقى ده شكل الالكترونيك سيركت. ده طبعا ار دي ار دي ار دي ار. تمام. فانا طبعا دوري محتاج ان انا احسب القيم دي، قيم المقاومات وقيم المكثفات اللي عندي. يبقى ده كده اللي هو البي اي دي كنترولر. طب البي اي دي كنترولر محتاج ادرس الترانسفير فانكشن بتاعته كرسمه، فقال لك ان الترانسفير فانكشن بتاعتي هتكون عامله ازاي. ادي يا عم الانبوت بتاعي كان بالشكل ده اللي هو ادي التي وادي الانبوت بتاعي، فالانبوت كان بالشكل ده كده. ادي يا عم اللي هي الايه، فابدا ادرس بقى كل واحد فيهم هيأثر لي على الايه ازاي. ادي التي وادي الاوتبوت بتاعي. فاول حاجه بالنسبه لي البي كنترولر فهو هيرفع لي القيمه بتاعتي، هيرفعها لي من هنا لحد هنا كده، الحته دي كلها اللي هي الكي بي. تمام كده. بعد كده هلاقي ان انا عندي ان البروبورشن الاي الانتجرال كنترولر هيروح رفعه، اروح عامل لي قيمه زياده كده. بعد كده اخر واحد لو جيت انا برسم ده في حاله البراكتيكال، في حاله البراكتيكال اخر حاجه اللي هو الدي كنترولر كان بيجيبه معايا بميل شويه، فساعتها الريسبونس هيكون عامل كده ان هو بميل كده. يبقى ده شكل الريسبونس بتاعي او اللي هو الترانسفير فانكشن في حاله اللي هو البي اي دي كنترولر. طب انا دلوقتي عاوزين نحدد بقى الخصائص بتاع السيستم، فقال لك ان هو لخص لي الخصائص بتاع السيستم دي كلها في تيبل كده اقدر من خلاله ان انا اعرف كل واحد كل كنترولر تاثيره على السيستم عندي عامل ازاي. تمام كده. فقال لك ان انا لخصت الموضوع ده في التيبل ده.
فالتيبل ده عباره عن ايه؟ انا دلوقتي عندي الثلاثه كنترولرز بتوعي. مين الثلاثه كنترولر؟ اللي هو الكي بي والكي اي والكي دي. تمام كده. وفي نفس الفكره عاوز ادرس بقى الكلام ده على شويه حاجات عندي في السيستم عندي. طب ايه هم الشويه حاجات دول؟ قال لك انهم عباره عن اربع حاجات. اول حاجه اللي هو الرايز تايم. الرايز تايم. تاني حاجه وهو الاوفر شوت. الاوفر شوت. تالت حاجه اللي هو السيتلينج تايم. السيتلينج تايم. واخر حاجه اللي هو الستيدي ستيت ايرور. طب الحاجات دي جبتها منين؟ لو نفتكر في بدايه السيستم خالص في الاول ان انا قلت ان انا لما كنت بدرس السيستم بتاعي، ادي ده اليونيتي، كنت بقول ان السيستم بيطلع كده لحد ما يوصل للاستابيليتي. فكنت بقول ان التايم اللي بيحتاجه السيستم من البدايه لحد ما يوصل للقيمه بتاعتي ديت كنت بسميه الرايزنج تايم. بعد كده عشان يطلع للقيمه الماكسيمم دي كده كنت بسميها الماكسيمم اوفر شوت. تمام. وبعد كده قلت ان انا محتاج التايم بتاعي من البدايه لحد ما يوصل ان هو يحصل له ستيدي ستيت، كنت بنسمي ده اللي هو السيتلينج تايم. تمام. واخر حاجه معانا اللي هو نسبه الاوسيليشن اللي بتحصل هنا ما بين الجزء ده والجزء ده، هو ده سميناه الستيدي ستيت ايرور، وده اللي بدأناه كان في اول جزء خالص في الجزء اللي احنا بنشرحه ده. تمام. دلوقتي كل كنترولر منهم اللي هو الكي بي والكي اي والكي دي بيأثر على الحاجات دي ازاي؟ فقال لك ان انا دلوقتي اول حاجه الكي بي قال لك ان هو الرايزنج تايم بيعمل له ديكريز، ان هو بيقلل لي الرايزنج تايم. تمام. والاوفر شوت بيعمل له انكريز، بيزوده. والسيتلينج تايم قال لك ان هو بيبقى سمول تشينج. سمول تشينج بيحصل تغيير فيه بس بسيط. تمام كده. والستيدي ستيت ايرور بيقلله، بيعمل له ديكريز. يبقى انا كده السهم ده كده ديكريز، السهم ده كده انكريز. تمام. ده كده بالنسبه للكي بي. اجي للكي اي قال لك نفس الفكره، الرايزنج تايم بيعمل له ديكريز. تمام. الاوفر شوت بيعمل له انكريز، بيزوده. يبقى الكي بي والكي اي زي بعض في الايه، في الرايزنج تايم والاوفر شوت. بس هنيجي للسيتلينج تايم قال لك لا، ده بيزوده، الكي اي بيزوده. وبالنسبه للسيست ايرور ده بيعمل له اليمينيت، بيعمل لي اليمينيت للايرور. تمام. اخر حاجه اللي هو الكي دي قال لك في الرايزنج تايم ده بيبقى سمول تشينج. انا كده بلخص مميزات وعيوب كل كنترولر عندي. وفي الاوفر شوت بيعمل له ديكريز، بيقلله. السيتلينج تايم بيعمل له انكريز، بيزوده. الستيسيت ايرور بيعمل له سمول تشينج، بيعمل تغيير فيه بسيط. تمام كده. كده انا درست الشكل النظري بتاع الكنترولرز بتاعتي، اللي هو عرفت كل كنترولر، عرفت الالكترونيك سيركت، عرفت الترانسفير فانكشن، عرفت البارامترز بتاعته، عرفت كمان تاثيره على السيستم بتاعي من حيث الرايزنج تايم والاوفر شوت، السيتلينج تايم، الستيسيت ايرور. فالكلام ده كله نظري. نيجي بقى الجزء العملي شويه، اللي هو حاجه اسمها الكنترولرز تيوننج. تمام. نيجي لحاله الكنترولرز. الكنترولرز تيوننج. ايه هو الكنترولرز تيوننج؟ اللي انا بقى عاوز ابدا استخدم الكنترولرز دي في السيستم عندي. فقال لك ان انا عندي عشان اعمل كنترول تيوننج عندي ثلاث طرق. الطريقه الاولى وهي المانيوال، اللي هو اقدر اقول عليها تراي اند ايرور. اند ايرور اللي هو فكره ايه؟ انا السيستم عندي فيه بي اي، في بي واي ودي كنترول في السيستم. فقالك ان انا بقعد اغير في قيمه الكي بي والكي اي والكي دي في السيستم لحد ما اوصل للفيتشرز اللي انا محتاج اوصل لها في السيستم ده، من خلال بقى السيستم ايرور والاستابيليتي والكلام ده كله. دي اول طريقه. الطريقه الثانيه معانا وهي طريقه الزيجلر اند نيكولاس ميثود. دي الطريقه الثانيه معانا. ثالث طريقه البي اي دي تيوننج يوزنج الماتلاب. تمام. الطريقه الاولى دي خلاص طريقه اند ايرور، فاحنا مش هنستخدمها كمسائل. والطريقه الثانيه ده سوفت وير، فاللي هو ايه، بنعمل الموضوع ده على الماتلاب من خلال بقى ايه الجزء العملي وكده. تمام. لكن الطريقه رقم اتنين معانا وهي دي الطريقه المهمه، الزيجلر اند نيكولاس، هي دي اللي احنا هنستخدمها في المسائل، وهي دي اللي بيجي امثله عليها. طب نيجي نشوف بقى الكلام ده. انا دلوقتي لما اجي اتعامل في طريقه اللي هو الزيجلر اند نيكولاس، ايه الموضوع بتاعي ده، او الموضوع ده مش ازاي، او ايه اللي حصل؟ قال لك ان انا دلوقتي انا عندي البي اي دي كنترولر. تمام. فجيت ان انا قال لك ان انا عشان اتعامل معاها، قال لك ان هو عمل ايه، جه في الاول خلى قيمه الاي والدي قيمهم بزيرو، فيبقى انا كده ما عنديش غير البي كنترولر. ومن خلال البي كنترولر ده بدا ان هو يغير في قيمه الكي بي، بدا ان هو يزودها لحد ما وصل لقيم كريتيكال.
القيم كريتيكال ده اللي هي قيمه مين؟ قال لك ان هو وصل لقيمه الكي كريتيكال ووصل لقيمه التايم كريتيكال، او ممكن اقول عليها الكي سي والتي سي. فالقيم الكريتيكال دي لما وصل لها قال لك ان هو ده بيحدد الجين بتاع السيستم ده، الجين الكريتيكال جين للسيستم، وده الكريتيكال تايم للسيستم بتاعي. فبناء على العالمين اللي هم زيجلر ونيكولاس بدأوا ان هم يجيبوا شوية فاليوز ويثبتوها عندنا، اقدر منها احسب البارامترز بتاع السيركت عندي. تمام كده؟ طب جابوا البارامترز دي اكوردنج لمين؟ اكوردنج لثلاثة بارامترز تانيين. من هم؟ قال لك اول حاجة اللي هو الكي بي، اصلا اللي انا ثبته من اول، عشان قلت ان انا في الاول حطيت الاي والدي بزيرو. تمام؟ والتي اي والتي دي. طب مين هم البارامترز دول؟ قال لك ان الكي بي ده اللي هو البروبورشنال كنترولر، اللي هو البروبورشنال كنترولر كونستانت، بروبورشنال كنترولر كونستانت. تمام؟ طب مين هو التي اي؟ قال لك ان ده الانتجرال تايم كونستانت، انتجرال تايم كونستانت. ومين هو التي دي؟ بنفس الفكره، يبقى ده كده اللي هو الديريفاتيف تايم كونستانت، ديريفاتيف تايم كونستانت. طب انا القيم دي محتاج ان انا احسبها برضو، فقال لك ان انا عندي ان التي اي عباره عن الكي بي على الكي اي. يبقى انا كده التي اي والتي دي بجيبهم نسبه للكي بي، من الكي بي ده هو ده القيمه اللي قعدت ازودها من الزيرو لحد الكي كريتيكال، عشان اللي هو ايه ابدا اسجل القيم بتاعتي. تمام؟ وان التي دي قال لك ان هو عباره عن الكي دي على الكي بي. تمام كده؟ والكي بي كده كده عرفت اجيبها. طب انا دلوقتي برضو المساله هتبقى عامله ازاي؟ قال لك ان انا دلوقتي هم سجلوا القيم دي في تيبل، فالتيبل ده محتاج ان انا اكون حافظه، محتاج ان انا اكون حافظه. التيبل ده مش هيديهولي، قال لك التيبل ده محتاج ان انا اكون حافظه. طب التيبل ده بيعبر لي عن ايه؟ قال لك ده القيم الاوبتيمم عندي للبارامترز. فجه قال لك ان انا دلوقتي عندي ادي يا عم الكي بي، وادي التي اي، وادي التي دي. التيبل ده حفظ. تمام؟ ما بيديهوليش جيفن في المسائل. وعندي اللي هما الكنترولرز بتاعتي، يا اما البي كنترولر، يا اما يكون بي اي، يا اما يكون بي اي دي. تمام كده؟ فقال لك ان انا عندي ان الكي بي في حاله البي كنترولر قال لك ان هو بنص الكي سي، وان التي اي هتبقى بما لا نهايه، وان التي دي بزيرو. ده في حاله مين؟ البي كنترولر. طب لو جيت في حاله البي اي كنترولر قال لك ان انا عندي ان الكي بي هتبقى عباره عن 45% من الكي سي، وان التي اي عباره عن 8 من 10 من التي سي، وان التي دي بزيرو. اخر حاجه ال مين اخر حاجه اللي هو البي اي دي كنترولر، ساعتها ان الكي بي عباره عن 6 من 10 من الكي سي، وان التي اي عباره عن نص التي سي، وان التي دي عباره عن 12 من 100 من التي سي. ده في حاله البي والاي والدي كنترولرز. الجدول ده لازم اكون حافظه. طب مين هم الكي سي؟ قال لك ان الكي سي والتي سي دول اللي هي القيم الكريتيكال، والقيم دي بتكون جيفن في المساله اللي عندي. يعني هو هيجي في المساله قايل لك في الاول ان انا عندي الكي كريتيكال او الجين كريتيكال او الجين كونستانت كريتيكال بكذا، وان مثلا مديني التايم كريتيكال بكذا، او يديني الفريكوانسي كريتيكال واقول ان التايم واحد على الفريكوانسي. تمام كده؟ يبدا بقى اللي هو ايه، يقول لك ان انا عاوز اعمل ديزاين باستخدام زيجلر اند نيكلاس، عامل ديزاين للبي اي دي كنترولر مثلا، او البي اي كنترولر، او البي كنترولر. فانا محتاج ان انا اكون اول حاجه حافظ التيبل بتاعه، بعد كده عارف ان التي اي عباره عن الكي بي على كي اي، وان التي دي عباره عن الكي دي على الكي بي. تمام كده؟ دي حاجه. الحاجه التانيه منساش، طبعا منساش ان انا كنت عارف في دايره الالكترونيك سيركت ان الكي بي كانت عباره عن الار 2 على الار 1، وان الكي اي كانت عباره عن 1 على الار اي في السي اي، وان الكي دي كانت عباره عن الار دي في السي دي. طب ليه؟ نيجي بقى نشوف مسألة على الكلام ده اللي هي أصلا بتيجي في الامتحانات، أو زي اللي موجودة عندنا في الشيت بتاع جزء البي اي دي كنترولر. هيجي في الشيت يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ان انا دلوقتي عاوز اعمل ديزاين. يجي الاكزامبل اللي عندنا يقول لك اعمل ايه؟ عاوز اعمل ديزاين، اوبتيمم ديزاين. عاوز اعمل ديزاين لبي اي وبي اي دي كنترولر. تمام كده؟ يوزنج اللي هو الزد اند نيكولاس تيست. قايل لك ان انت عندك الكريتيكال جين كونستانت ب2، يبقى ده كده كي كريتيكال بتساوي 2،
وقايل لك ان انت عندك الكريتيكال فريكوانسي ب 10 هرتز. تمام كده. فابدا بقى اعمل سيديوشن للحل، اعمل سيديوشن للمساله اللي عندي دي. نبدا نحل المساله اللي عندي. انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ عاوز اعمل ديزاين للسيستم ده. فاقول له اول حاجه ان انا دلوقتي عندي ده اول حاجه في حاله اللي هو البي اي كنترولر. فالبي اي كنترولر انا عندي الالكترونيك سيركت بيكون شكلها عامل ازاي؟ عباره عن ادي الجزء الاول مقاومه سالب موجب، وده كده مقاومه عندي، ادي ده كده اللي هي الار واحد، وادي كده الار اتنين. تمام. ده كده البي. وندخل على الاي كان عباره عن مقاومه داخله فيه الكومباراتور ومعاها المكثف. وفي الحالتين طبعا ما انساش ان انا عندي فيه مقاومة بالشكل ده كده. تمام. دي قيم المقاومات اللي عندي. ده كان شكلها ثواني، ده بالسالب. الجزء الاخير ده فيه مشكلة. الجزء ده كان عامل كده معايا. مم. ثواني. ان انا عندي هنا ده كده فيه مقاومة بالشكل ده كده. ده طبعا متوصل بالجراوند عندي. فدي ار ودي ار ودي ار. وادي ده كده السي اي، وادي الار اي، ده بي اي كنترول، وادي الار اي، ده الار واحد والار اتنين. ده كده اللي هو الانبوت بتاعي وده الاوتبوت. انا بقى محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا اجيب له القيم دي، محتاج اجيب له قيمه الار واحد والار اتنين والار اي والسي اي والمقاومات اللي عندي. تمام. فنبدا اول حاجه في البي اي. انا عارف ان الترانسفير فانكشن بتاعتها هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الكي بي زائد الكي اي على الاس. كمان انا عارف ان هو مديني الكي سي باتنين، وان التي سي هتبقى عباره عن واحد على الاف سي، تبقى واحد على العشرة، اللي هي بتساوي واحد من عشرة سكند. تمام كده. بعد كده انا دلوقتي في حاله البي اي، فاجي اجيب بقى من التيبل. انا خلاص التيبل حافظه واكتبه قدامي في الامتحان. انا دلوقتي في حاله البي اي، الكي بي عندي عباره عن ايه؟ عباره عن 45% من الكي سي. اروح قايل له بقى كده ان انا عندي فروم تيبل، ان انا عندي ان التي اي، ان الاول ان الكي بي عبارة عن 45% من الكي سي. صح كده؟ بضرب 45% في اتنين يديني 9 من 10. ادي كده جبت له الكي بي. بعد كده اقدر اجيب التي اي. فانا من التيبل برضو قلت ان التي اي عبارة عن 8 من 10 من التي سي. تبقى دي 8 من 10 مضروبة في التي سي بكام؟ التي سي هو مدالي ب1 من 10. صح كده؟ يبقى عندي التي سي، قصدي التي اي هتبقى عبارة عن كام؟ 8 من 100. تمام. انا دلوقتي في الاخر انا كل ده عاوز اوصل لايه؟ انا دلوقتي عاوز اوصل للقيم دي اللي هي ار واحد، ار اتنين، ار اي، سي اي، ار دي، سي دي. يبقى انا بعد ما جبت له القيم دي اجي اجيب بقى الكي بي والكي اي والكي دي. فاجي اقول له انا معايا الكي بي جبتها والتي اي جبتها. طب مش انا عارف ان الكي بي بتساوي الار اتنين على الار واحد؟ طب والكي اي عارف ان هي عبارة عن واحد على الار اي في السي اي. فاجي هنا بقى اقول له ايه؟ اقول له اسيوم ان الار بتساوي الار واحد بتساوي 10 كيلو اوم. ده اسيوم بفرضه من عندي. وان السي اي ب 10 مايكرو فراد. تمام كده. واجي بقى اجي احسب له هنا. يبقى انا كده عندي الكي بي عباره عن الار 2 على الار 1. طب مش انا عارف ان الكي بي لسه حاسبها ب9 من 10 بتساوي الار 2 المجهوله، والار 1 لسه فارضها ب10 في 10 اس 3. ومنها اقدر اقول له كده ان الار 2 هتساوي 9 كيلو اوم. اجي هنا الكي اي لسه حاسبها بكام؟ الكي اي انا حسبتها. الكي اي مديها لي بكام؟ فين الكي اي؟ انا ده الكي بي، الكي اي واحد على الار اي في السي اي. صح كده. طب الكي اي ثواني. طب ما انا التي اي هنا، الكي اي انا ما جبتهاش. شفت انا هنا بقى عطلت. فاجي ابص هنا. طب مش انا من الجزء ده كده عارف ان التي اي كانت عباره عن
اهوت اللي هو في الانتجرال تايم عباره عن الكي بي على الكي اي، صح كده؟ فاقدر اقول له كده ان هي عباره عن كي بي على كي اي. التي اي معايا والكي بي معايا، كي بي بتسعة من عشرة والتي اي بتمانية من ألف، عاوز اجيب منها الكي اي، فمن هنا اقدر اقول له بقى ان الكي اي هتطلع بكام. طلعت الكي اي معايا بحداشر وربع. اجي بقى اعوض هنا، اقول له بقى ان حداشر وربع بتساوي واحد على الار اي المجهولة، السي عبارة عن عشرة في عشرة أس سالب ستة، ومنها أقول له إن الار اي هتطلع معايا بتمانية بوينت تمانية كيلو أوم. فأنا كده جبت له القيم بتاعتي. أجي بقى أروح على الرسمة أحط له القيم بتاعتي. ممكن إن أنا يا إما أحطها على الرسمة على طول، يا إما إن أنا إيه أرسمها تاني بالقيم. فأنا هنا مثلا إيه عشان نختصر الوقت، أنا خلاص بقى أحطها له على الرسمة. إن أنا دلوقتي عارف إن المقاومة دي عبارة عن 10 كيلو أوم، من الار 2 فرضتها ب 10 كيلو أوم، الار 1 طلعت معايا ب 9 كيلو أوم، الار اي طلعت ب 8.8 كيلو اوم، السي 10 مايكرو فراد، واحط له كل القيم بتاعتي على الرسمه. بالمثل بقى طبعا انا عاوز انفذ الموضوع ده في المطلوب رقم 2. المطلوب رقم 2 في حاله اللي هو البي اي دي كنترولرز، ادي هنفذ الموضوع ده بالظبط. انا في الحاله رقم 2 اللي هو البي اي دي كنترولر، تمام. ساعتها البي اي دي هقول له الترانسفير فانكشن بتاعتي عباره عن ايه، عباره عن الكي بي زائد الكي اي على الاس زائد الكي دي في الاس. ارسم له الترانسفير الالكترونيك سيركت بتاعتي. فالالكترونيك سيركت عباره عن ادي المقاومه، ادي اللي هو البي، الار واحد والار اتنين، ده البي كنترولر. بعد كده هدخل على مقاومه داخله على كثف هنا السي، البي وادي الاي، ده الاي كنترولر، صح كده؟ فده اللي هو الار اي وادي ده السي اي. تمام، احنا هنا ده تمام لحد كده. دي كانت الرسمه هنا بالشكل ده، ماشي. بعد كده ادخل على الدي كنترولر. كان عباره عن ايه، ان انا عندي مكثف داخل على الكومباراتور بتاعي، وادي المقاومة بتاعتي ديت كده اللي هو السي دي، وادي الار دي. والتلاتة طبعا ليهم المقاومات بتاعتهم بالشكل ده كده. ده داخل على الكومباراتور بتاعي، وده الاوتبوت بتاعنا، ده الاوتبوت. بالمثل بقى طبعا ده كده الانبوت، وده الاوتبوت بتاعي بالمثل زي ما عملت في الدور اللي فات بالظبط. هو انا دلوقتي انا معايا الكي سي باتنين، صح كده؟ وان مديني ان التي سي طلعت بواحد من عشرة، اللي هي واحد على عشرة، صح كده؟ اجي بقى من التيبل، اجي اجيب له القيم بتاعتي. فانا من التيبل عندي، التيبل عندي ده في حاله البي اي تي كنترول كان الكي بي ب 6 من 10 كي سي، والتي اي نص التي سي، والتي دي ب 12 من 100 من التي سي. ومن التي اي لما اجيب قيمتها هقول ان هي بتساوي الكي بي على الكي اي. فانا معايا الكي بي يبقى ناقص الكي اي اجيبها. وبعد كده التي دي جبتها، وبعد ما احسبها تبقى عباره عن الكي دي على الكي بي، اقدر اجيب منها الكي دي. بعد ما جبت الكي اي والكي دي والكي بي انزل هنا. انا عارف ان الكي بي ار 2 على ار 1، فانا هفرض اسيوم ان ار بتساوي الار واحد بتساوي 10 كيلو اوم، وان المكثف السي اي بتساوي السي دي افرضها ب 10 مايكرو فراد. يبقى انا كده من هنا اقدر اجيب له الار واحد، ومن هنا في الكي اي معايا قيمتها والسي اي معايا قيمتها اقدر اجيب له الار اي، ومن الكي دي معايا قيمتها والسي دي معايا قيمتها اقدر اجيب منها السي دي الار دي. وبعد ما جبت القيم دي اروح حاططها على الرسمه بتاعتي. تمام كده. احنا لو جينا هنا حطينا كتبنا الرولز بشكل عام، ان انا اقول له كده ان انا عندي ان التي اي كانت عباره عن نص التي سي. فانا عندي التي سي بواحد من عشرة، فنص الواحد من عشرة يديني خمسة من مية. خمسة من مية وده تايم فبالسكند. بعد كده اجيب له التي دي، فالتي دي كانت بكام، باتناشر من مية من التي سي. فاتناشر من مية من التي سي يبقى يديني 12 من 1000، ده طبعا بالسكند. كده جبت له التي اي والتي دي. طب والكي بي نفسها كانت 6 من 10. الكي بي منساش ان الكي بي كانت عبارة عن 6 من 10 من الكي سي، صح كده؟ ف6 من 10 في 2 اللي هو 1.2 من 10. بعد كده انا عارف ان التي اي عبارة عن واحد على الار اي في السي اي، وان التي دي عبارة عن، بس ثواني قبل ما اكتب الجزء ده اصلا انا عاوز اجيب له قيمة حاجات تانية في الأول محتاجها، اللي هو إيه؟ إن أنا دلوقتي عارف إن التي أي عبارة عن الكي بي على الكي أي. طب أنا الكي أي معايا والكي بي معايا، فمنها أقدر أجيب الكي بي معايا بواحد واتنين من عشرة، والتي أي لسه حاسبها أقدر أجيب منها الكي أي.
فيطلع معايا ان الكي اي بي بتساوي 24. بالمثل اقول له ان التي دي تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الكي دي على الكي بي، ومنها اقدر اقول له ان الكي دي، ان انا التي دي معايا والكي بي معايا، فمنها اقدر اجيب منه ان الكي دي هتطلع ب 0.0144، ده اللي هي منها الكي دي. تمام. اجي بقى بعد كده، انا عارف بقى ان الكي اي عباره عن 1 على الار اي في السي اي، وعارف ان الكي بي عبارة عن الار 2 على الار 1، وعارف ان الكي دي عبارة عن الار دي في السي دي. فاجي اقول له بقى كده اسيوم، نيجي نكتبها بلون تاني، اسيوم ان انا عندي ان السي واحد بتساوي، او السي اي بتساوي السي دي بتساوي 10 مايكرو فراد، وان الار بتساوي الار واحد بتساوي 10 كيلو اوم. من هنا كل حاجة معايا اقدر اجيب منها الار اي، من هنا كل حاجة معايا اقدر اجيب منها الار واحد، من هنا كل حاجة معايا اقدر اجيب منها الار تي. فتطلع معايا القيم بتاعتي ان الار اي هتطلع ب 4.16 كيلو اوم، وان واحد الار واحد، او ان انا هنا فرضت مثلا ديت، لو فرضت دي ده فرضتها ار واحد ار اتنين صح ولا ار واحد؟ لو فرضت مثلا دي، لو هنا احنا فرضناها مين؟ قلت ان دي الار بتساوي الار واحد بتساوي 10 كي، فاللي هحسبها هنا الار اتنين صح، او بالعكس. فانا دلوقتي على حسب اللي هفرضها، فانا فرضت دي الار واحد، يبقى انا هنا اللي هحسبها هنا ديت الار اتنين، فالار اتنين بتاعتي تطلع ب 20 كيلو اوم. وهنا الار دي لما اعوض هنا فتطلع معايا ان الار دي 1.44 كيلو اوم. يبقى انا كده الفكره القيم دي انا فرضتها، عملت لها اسيوم، بناء على الاسيوم ده بقدر اجيب القيم التانيه. وأنا كده عملت له ديزاين وجبت له. ارجع بقى طبعا ما انساش ان انا احط القيم بتاعتي على الرسمه، ان دي الارات اللي عندي، دي اللي انا فرضتها ب 10 كيلو اوم، الار 1 ب 10 كيلو اوم، الار 2 حسبناها طلعت ب 20 كيلو اوم، 20 كيلو اوم. السي فرضناها ب 10 مايكرو فراد، السي فرضناها ب 10 مايكرو فراد، وحسبت له الار دي وحسبت له الار اي، وحط له القيم على الرسمه بتاعتي. يبقى احنا كده ده خلصنا له حته البي اي دي كنترولر باستخدام اللي هو الايه الزيجلر والنيكلاس. وكده خلصنا اللي هو حته الاندستريال كنترولر بشكل عام، ووضحنا الامثله اللي كانت جايه في الشيت عليها، اللي هو كان المثال ده. ودي الامثله بشكل عام، انما المثال اللي هيجي ابدا ان انا ادرسه وابدا اشوف ان هو عاوز يحسب ايه، واستخدم التيبل بتاع زيجلر اند نيكلاس، وابدا اجيب له القيم بتاعتي كلها وارسم له الالكترونيك سيركت بتاعتي. واحنا كده خلصنا الجزء ده.